في منطقة لساسفة تحديدا دوار الحاج بوشعيب، هنا تقطن أسرة مكونة من 4 أفراد تجمعهم غرفة واحدة إلى جانب جيران بغرف أخرى. قبل أيام انفجرت قنينة غاز من الحجم الصغير داخل هذه الغرفة، أودت بحياة طفل ذي 9 سنوات وإصابة أبي الأسرة وأحد أفراد العائلة بحروق خطيرة. والدته والطفل تتهم المسؤولين بالتقصير في إنقاذ أسرتها. ملي مشينا لحونا الحي الحسني، شحال وحنا جالسين في الحي الحسني ما لقينا لا طب لا حتى شي حاجه. عاد قالوا لنا دابا سيروا لميريزكو، الولد في خطر وكل شيء، وكنغوتوا عتقونا حتى واحد بغى يعتقنا. بالنسبه لهذه العائله، الوليد الصغير كان تحرق بنسبه 75 حتى 80% من الدرجه الثالثه، يعني حتى يعني كانت الوفاه يعني محتمه عليه، برغم يعني جميع الوسائل اللي حاولنا نقوموا بها لانقاذ هذاك الطفل. وجهتنا المركز الوطني للحروق بمستشفى بن رشد، حيث ما زال أحد أفراد العائلة يتلقى العلاجات، فيما غادر أبو الأسرة المركز قبل يومين. بالنسبة للأب، الحروقات ديالو سطحية متوسطة، يعني ممكن أن نتبعوها في خارج المصلحة وتراقبوه، يعني ماشي غير رسلناه لدارو، ولكن تيقوم بواحد العلاجات اللي حنا تنشرفوا عليهم. وبالنسبه للخال الوليد الله يرحمه، راه ناعس هنا كما تكلمنا عليه، لان خصو علاجات خاصه وخصو عمليات جراحيه وخصو واحد العلاج اللي ضروري يكون في اطار المصلحه. واقع هذه الأسرة المكلومة يلخص معاناة عديد الأسر ضحايا انفجارات مباغتة لقنينات الغاز، ما يستوجب مزيدا من الحيطة والحذر تجنبا لكوارث من هذا القبيل.